إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة الطيور. المرجو الاشتراك في قناتنا حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. سأتكلم اليوم إخواني الكرام عن موضوع مفيد جدا، والذي سبق واستفسروني عن بعض الإخوة الكرام. فموضوعي سأتحدث فيه عن نبتة الجرجير، والتي الكثير من الإخوة لا يعرفونها أو لم يسبق لهم رؤيتها. فهذه النبتة أعزائي الكرام مفيدة جدا للطيور المغردة، وخاصة الحسون والكناري. فالجرجير أعزائي الكرام نبتة برية، ومن مميزاتها إخواني الكرام أن أوراقها تكون طويلة ومتقطعة في الأطراف كما تلاحظون معي في الفيديو. إخواني الكرام، أوراق نبتة الجرجير تكون بهذه الشاكلة حتى لا تختلط لكم، أوضح لكم، حتى لا تختلط لكم بعض النباتات الأخرى. شكل أوراق الجرجير تكون بهذه الشاكلة، طويلة ومتقطعة في الأطراف. كما أني قمت باقتلاعها من الجذر حتى أوضح للإخوة الكرام كيف يكون شكل نبتة الجرجير، لأنها نبتة برية إخواني الكرام تنمو في المناطق المفتوحة. تكون بهذه الشاكلة أعزائي الكرام. ومن بين مكوناتها إخواني الكرام احتوائها على نسبة مهمة من الفيتامين السي والكالسيوم والكبريت والحديد والفوسفور، ومواد كبريتية أخرى، وهي المواد والفيتامينات التي يحتاجها جسم الطائر. ومن فوائد هذه نبتة الجرجير إخواني الكرام أنها تعتبر مقوية لقدرة التخصيب أو الخصوبة عند الحسون والكناري وباقي الطيور الأخرى. وهذا يرجع لوجود فيتامين أو بكمية مهمة، والذي يعتبر هذا الفيتامين أو إخواني الكرام المهيج للشهوة والمنشط للزيادة في الخصوبة والحمو عند الطيور. كما تعتبر هذه النبتة إخواني الكرام ملينة للبطن، وتساعد أيضا على تنقية الدم من السموم وسرعة دورانه. كما أنها مفيدة لتجنب نزلات أو ضربات البرد عند طيورنا. كما تعتبر أيضا إخواني الكرام منشطة للمعدة، وتنشط أيضا سرعة الهضم عند طيورنا. وتعمل كذلك إخواني الكرام على تنقية المعدة والأمعاء، وتنفع كذلك ضد أمراض الكلى والكبد. كما تعتبر فاتحة للشهية. فانظروا معي إخواني الكرام كم من الفوائد تحتوي هذه النبتة إخواني الكرام، فلا تحرموا طيوركم من كل هذه الفوائد، ولا تبخلوا عليهم بتقديمها، خصوصا في مرحلة التجهيز، لأنها فعالة جدا لتخصيب الطيور وبتجريب إخواني الكرام، خصوصا لمن يعاني مشكل في تجهيز الحساسين، فهي تلعب دورا كبيرا في تجهيز الحساسين إخواني الكرام وفي زيادة حموها. وأما بالنسبة لطريقة تقديم إخواني الكرام، فتقدم هذه النبتة بانتظام دون الإكثار منها، لأن أعزائي الكرام كما لها فوائد عدة الذي ذكرنا، فلها أيضا مضار في حالة الإفراط في تقديمها للطيور. ومن المستحسن أن تقدم مرة واحدة في الأسبوع على مدار السنة إذا توفرت، ومرتين خلال مرحلة التجهيز، وبكميات متوسطة ومعقولة حتى لا تسببوا الضرر لصحة طيوركم. وشكرا على حسن تتبعكم. ترقبونا في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبتكم فيديوهاتنا، والاشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.